لما نزلت الفيديو بتاع السمبوسه ناس كتيره جدا استغربت لما لقيتني بحطها في الفرن مش بحمرها في الزيت. عايزه اقول لكم انها طعمها اخف واحلى بكتير جدا لما بتتحط في الفرن. تعالوا بينا كده بقى نشوف التريكات والحركات بتتعمل ازاي، ومفيده جدا وحلوه الولاد هيحبوها. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. مبدئيا كده بحب لما اجي اعمل الحاجات اللي الولاد بيحبوها دي بحب احشر لهم كده اي خضار يكونوا مش بيحبوه فيها. انا دلوقتي هعصج اللحمه المفرومه، فجبت جزر مع البصل وبشرتهم كويس جدا في الكبه، يعني ضربتهم لحد ما بقوا ناعمين قوي. الواحد بيستغل الاكلات دي صراحه عشان يحط فيها اي حاجه صحيه ليه. كمان لو كان عندي فلفل الوان كنت حطيتهم معاهم في الكبه، الطعم مش بيبان خالص اصلا. اللحمه المفرومه طعمها بيغطي على اي حاجه الحمد لله. عايزه اعرف بقى مين بيعمل الحركات الخبيثه دي كده زيي. حطيت طبعا معلقه سمنه بلدي حمرتهم فيها، وحطيت رشه صغيره كده من الزيت زي ما انتم شايفين. بعد كده حطيت رشه من القرفه ورشه من الملح ورشه من السبع بهارات ورشه من الفلفل الاسود. بعد كده قلبت بقى الحاجات دي كده كلها مع بعض، وهنزل عليهم دلوقتي لما اخدوا كده التشويحه هنزل عليهم باللحمه المفرومه. ده كان قد ايه؟ ده كان نص كيلو لحمه مفرومه، وما شاء الله هتلاقوه في الاخر بيرمي كميه حلوه جدا. طبعا بقى لو عندك دبس رمان تحطي دبس رمان بيدي طعم حلو جدا، بس انا للاسف خلص من عندي فلسه ما جبتش. هسيبها بقى تستوي براحتها، وتعالوا بقى نعمل اللي انا بقفل بيه السمبوسه. هي عباره عن خلطه بسيطه جدا، وهي عباره عن دقيق وميه بس كده، بمكسهم كده مع بعض لحد ما يبقوا عجينه مش خفيفه ومش تقيله، يعني وسط كده شويه. عاوزه اعرف بقى التريكات والحركات اللي انتوا بتعملوا بيها السمبوسه كده من اولها لاخرها، وبتعملوها زي كده ولا لا؟ وعايزه اعرف برضو بتستغلوا المواقف وتحطوا خضروات كده جوه الاكل وتضحكوا على الولاد ولا لا؟ برضو اكتبوا لي في الكومنتات تحت. خلاص هنا اللحمه المفرومه استوت خلاص، بدات بقى ان انا احط لها ميكس جبن. انا بحب قوي ان انا احط لها ميكس جبن، وفي تريكايه كمان حلوه بعملها. لو عندك جبنه فلامنك او جبنه كوره بتدي طعم تحفه جدا مع الميكس الجبن ده، بيبقى حلو قوي. يعني انا دايما بحب ابشر معاهم جبنه كوره او جبنه فلامنك، بتبقى حلوه جدا بتودي الطعم في حته تانية خالص. انا هنا هبدا ان انا احشي السمبوسه. طبعا حشوتها سهله وطريقتها سهله جدا. بصوا بعملها ازاي، هعملها لكم اهو بالراحه عشان خاطر ايه تعرفوا. انا مش بحب اعملها بالجلاش عشان بالجلاش بتبقى رقيقه قوي، ففي ناس بتعملها بالجلاش بتقطعه كده وبتعملها بيه، بس انا بحب اعملها بعجينه السمبوسه، بتبقى حلوه جدا وبتبقى كمان طعمها يعني احلى كده وبتبقى جميله. لما بحشي السمبوسه كده زي ما انتم شايفين بقفل الطرف بتاعها بالعجينه اللي احنا عاملينها اللي هي بتاعه الدقيق والميه. انتوا كمان بتعملوها بدقيق وميه ولا لا؟ في ناس بتعملها برضو بنشا وميه، بس هي الصراحه بالدقيق والميه بتقفلها اكتر واحلى. بس كده هنا خلاص السمبوسه بقت جاهزه معايا. لو عايزين بقى تحتفظوا بيها في الفريزر بتحطوها في اطباق كده فبر، او بتحطوها في اكياس بتاعه التلاجة وترصصوها كده، اهم حاجه ترصصوها وتحطوها في الفريزر. بعد كده بتطلعوها بترشوها بالزيت وتحطوها في الفرن. انا هنا بقى هبدا ان انا احطها في الفرن. بعمل بقى ايه؟ برش الصاجه كده زي ما انتم شايفين بالزيت، تمام، وببدا ان انا ارصص عليها السمبوسه، وبعد كده برش من فوق الوش برضو زيت، وبكون هنا بس مش زيت كتير يعني فاهمني. لو ما عندكيش البخاخه دي بفرشه كده وامشي عليها. جربوها بجد، عايزه اقول لكم انها طعمها اخف واحلى مليون مره من المقليه في الزيت، بتبقى تقيله جدا جدا وتحسي انك بتاكلي زيت مش بتاكلي سمبوسه. دي طعم اللحمه باين فيها مع الميكس جبن مع الفلامنكو، بصوا تحفه جدا جدا. عايزاكم كده تجربوها والله العظيم وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات تحت. اهم حاجه بقى ما تنسوش اللايك والشير بتاعكم الحلوين والكومنت الحلو، وما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. باي باي حبيبتي. لايك I love you. صلنا على النبي.